السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض اسرع طريقة للخيار المخلل. عايزه اقول لكم بجد سريع جدا ويستوي معاكي بسرعة ويبقى مقرمش جدا جدا. وهقول لكم هنضيف ايه. مكون يا جماعة سحري بيخلي لي اي نوع مخلل بيبقى مقرمش معايا وما يطراش معايا خالص وبيقعد معاكي فترة طويلة جدا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتي ياريت يشترك فيها ويفعل الجرس علشان يوصل له كل الوصفات اللي هنزلها. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو كتير. وتعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه بجيب الخيار بتاعي، بنقيه بقى كويس جدا، بنقي اللي هو طبعا الخياره الناشفه يا جماعه. وبجيب طبق واملاه ميه واحط فيه الخيار بتاعي وابدا انزل عليهم بمعلقه خل عادي يا جماعه من اللي احنا بنستخدمه في المطبخ. وبسيبه بس حوالي 10 دقايق. لو في بقى اي ميكروبات اي حاجه موجوده في الخيار بتبدا تنزل خالص. وبعدين بغسله تاني من الخل. وبعد كده بجيب البطرمانات المتوفره عندك ابداي استخدميها او اللي انت بتستخدميها. انا جبت البطرمانات الازازه اللي موجوده معايا دي. وبدأت رصيت كده الخيار، حطيت شرايح من الليمون وكمان شرايح كده من الثوم. وبعدين حطيت كمان كام عود من الكرفس بتاعنا. بيديله ريحة جميلة جدا جدا. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبدأ بقى نعمل المحلول الناقع بتاعنا او محلول الخيار. انا هنا كنت غالية مية يا جماعة، مية مغلية، اهم حاجة تكون مغلية. وسبتها بس هديت شوية مش اكتر. حطيت فيها طبعا الملح، والملح على حسب الرغبة بتاعتك. وحطيت فيها معلقة صغيرة من الخل ومعلقة كبيرة السحرية يا جماعة معانا معلقة كبيرة مليانة من السكر. السكر هو اللي بيديله قرمشة وما يطراش معاك. تمام. ممكن تستغني كمان عن معلقة الخل الصغيرة، بس انا بصراحة بحطها وبيفضل معايا فعلا مقرمش جدا جدا من اول واحدة لاخر واحدة. شايفين شكله عامل ازاي يا جماعة؟ فظيع بجد. المية زي ما قلت لكم مية مغلية، سبتها هديت شوية مش اكتر وحطيتها وهي سخنة. تمام. هنا بيسرع من عملية السوى. مفيش 3-4 ايام وهتلاقيه ما شاء الله استوى معاكي كويس جدا زي ما انتوا شايفين اهو. ده شكله طبعا بعد ما استوى. بصوا انا بكسر الخياره بجد يا جماعه، كانت يعني تحسوا انها قاسيه كده شويه وانا بكسرها. ده طبعا من القرمشه بتاعتها. شايفين؟ بجد يا جماعه فظيع جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ولازم تكتبوا لي في التعليقات كده تعليق منكم حلو واعملوا لايك للفيديو.